منها بقدر ما تهتز السماء. لذلك خلي يستحون وخلي تكون عندهم خط رجعة، لأن صدام حسين عظيم وفدى نفسه من كان طالب بالثانوية للعراق، مو الآن يجون على الدبابة الأمريكية مغمسين بالذل والعار ويحكمون شعب العراق. من اللي يوقف لما كان صدام وأنا معارض 23 سنة ومعارض وقلت ما تميته يتمنى عظيم خاف منه. اولا انا اشكرك على هذه المقولة حسن، اشكرك على هذه المقولة، لكن صدام حي. هذه المقولة تنطبق على ميخائيل الله يرحمه اللي يفتخر به العراق ويفتخر به البعث. صدام حسين ما يتجرأ خائن وعميل وقرد من قردة الاحتلال ان يمد ايده على شعبته. أنا سعيد. اسمعك رفيق حسن. أنا سعيد أسمع صوتك. أنا سعيد أسمع صوتك. وسعادتي لا توصف وانا استمع لهذه الكلمات اللي تخرج من القلب وتكسر صدر الانسان الغيور على شعبه وعلى وطنه. واقسم بالعراق وجراح العراق النازفة ان الخونة لاحرق المنطقة الخضراء واجعلها حمراء بدماء الخونة. ومن هذا اليوم سوف تنطلق طلائع التحرير من اجل صيانة المبادئ وصيانة أرض الماجدة العراقية التي استبيحت في ظل حزب الدعوة العميل والأكراد الخونة. سأضغي لك باهتمام بالغ والرنة ذات الرنة. عيب عليك هذه المقولة رفيق حسن، كل ما أقترب منك تبتعد مني. أقول لك أقسم بالله وبالعراق إنه هذا الفيلم المخزي اللي يظهروا الخونة ما هو صدام حسين وخهدله، هذا رفيق ميخائيل الله يرحمه. وسوف تثبت الأيام أنه صدام حسين قائد عظيم لأمة عظيمة، وسوف يخرج خروج الأبطال ومع الضباط الأشاوس والنشامة ممن لا يرتضي لهؤلاء الخونة أن يكونوا بالقيادة مكان القيادة العامة للقوات المسلحة أو القيادة السياسية. نعم. ما يهمني بالعدل عاشر مع حجم سيادة الجامعي تخصص وتخوض مال شبابك ومكني وتخوض مال خلافك النظرة ذات النظرة والصوت ذات الصوت. أنا كنت حاضر ويا رفاق منهم حتى البعض كان خصم محلي. يعني الآن خصم أمريكا، خصم إيران وأمريكا. احسنت رفيق حسن، حتى تعرف الفرق الشاسع بين من يدعي العروبة ويدعي حماية شرف العراق وبين من يتاجر بحرائر العراق. لذلك أنا أطمئنك ومن خلالك إلى كل المؤمنين بالعراق وكل المؤمنين بالبعث العظيم المتجدد، إننا قادمون وسوف نغسل الدمع عن وجه العراق العظيم، وليذهب الخونة والعملاء إلى جحيم نار جهنم غير مأسوف عليهم، ولسوف نحاسب الخونة على ما اقترفته أيديهم بحق حرائر العراق وبحق أموال العراق. إن شاء الله سيكون كل شيء. إن شاء الله. أرجو أن تبلغ سلام كل الرفاق وتقول لهم صدام حسين حي، وتقول لهم أن العراق لا يمكن أن يصمد طويلا ويرى الظلم والحيف، وإنه شعب متجدد وشعب قادر على بناء الحياة من جديد. هذا الشرف أن أسمع هذا الصوت بأي شكل من الأشكال، سواء كان أفضل أم تقليدا. من فضلك لا تخلينا نزعل. انت لا تخلينا نزعل عليك. الماضي والشجن هو الماضي والشجن المبني على اساس علمي رصين وعلى اساس متكافئ،
وانت شفت رجال البعث وشفت همة رجال البعث وشفت الوثائق الحقيقية وشفت الهمة العالية بالتصنيع العسكري وشلون قدروا الولايات ان يحطمون انف امريكا المحتلة. انا افتخر ان البعض لم ياخذ شيئا من العزف والنيران والحيويه والرجوله والعروبه، لم ياخذ مالا ولا سياره ولا بيت ولا وظيفه، لان انا ما صرت في وظيفه، ولهذا انا قوي. الان انا قوي لاني لم اخذ منهم شيئا. انا العين الكثير والفضل والارى السفاره، والى الان ارفض اولادي لا عن الجوازات السفاره، وما عندهم الى الان اولاد صراحه. هذا فخر لك ولعائلتك ابو اكثم. يكفي اكثم وعمر ان اباهما حسن العلوي، واي حسن لا يضاهى بهؤلاء الرجال اشباه الرجال. فلك من البعث التحية والسلام، ومن القائد المحبة الدائمة، وسوف نلتقي قريبا ونحن نمضي بسفينة العراق نحو بر الأمان. وشاكر فضلك وتحياتي إلى أولادي وفلذات أكبادي أكثم وعمر وأمهما وكل العائلة الكريمة وكل شعبنا العظيم بالمهجر. أنا أصدقائي عائلة مقيم على العائلة كالبيضان وعليك من حارس واسري. وشكرا لكم عليكم ورحمة الله. حياك الله. خير مع الله.